حارث على مدى 16 شهر من الاختراق كان له سجل رهيب وعظيم، واستطاع إحباط 30 هجوم بسيارات مفخخة، والمساعدة في اعتقال 18 انتحاري، والقضاء على 7 قياديين بارزين للتنظيم. أي مواطن. بس للأسف هناك تواصل اجتماعي بعض الشبكات، أنا بصراحة أصبحت أقول راح أتهم علني، بعضها مرتبط بداعش مباشرة لأي سبب كان، أما أموال أو حقد، لأن مفاجأة بعد أي تفجير كانوا متهيئين منتظرين تفجير وينطلقون بمجموعة أكاذيب. شوفوا عدد التفجيرات اللي أذاعوها في بغداد، وأنتم إعلاميين افتروا بغداد، مو نضروا مواقع، روحوا شوفوا أكو ضحايا هناك، أكو فعلا تفجير محصل، أكو شهداء، تابعوا الأرقام وتابعوا الأعداد، من هذول الشهداء تابعوا عوائلهم. أكو عدة عمليات دعت في بغداد، وأنا ما أتهم كل الإعلام، طبعا الإعلام أكو جزء كبير منه بريء، بس يجي له تقرير وينشره كما هو، بس أكو جهات تروج وتضخم هذا الواقع. أنا كما ذكرت أي شيء أنا أبو عزرائيل أيوب فالح أبو فاطمة، رجال فقير، لأن أدري الدولة ما تسندني. مو استغفر الله يا رب، رحمة الله على روحك الشهيد هذا ابن عمنا اللي بالحبيبية. هو اشتغل خطيئة لا إله إلا الله، اشتغل ضد الدواعش، صار قدام الدواعش وياهم، يعني وياهم صار ضد الشيعة. قال لهم أنا أفجر الأخ الشهيد حارث، الله ألف رحمة على روحك حارث النقيب. قال الدواعش أنا أفجر وياكم يا شيعة يا سنة يا عراق، أنا أريد أصير وياكم بالدولة الإسلامية، لا إسلامية إن شاء الله. وقام بعدة عمليات، الله يبارك فيه، لعل الإخوان الأهل ما يعني يحجون للناس، بعد هو راح رحمة الله على روحه. قام ياخذ الداعشي يروح يتصفى يتسلم، وين المكان اللي يرادوه هم الدواعش يفجرون، يبلغ الناس يوخرهم وتنفجر. صار تمت العملية، ويعني تنبث بالأخبار بأن هذا المكان صار بانفجار وطينا عدة شهداء، وهي كش ماكو. هاي بدت الحالة قديمة صارت يعني عند النقيب حارث رحمة الله على روحه. فعمليات مضبوطة وجيدة، وقمنا نفجر بالمكان اللي يريدونه هم الدواعش، ما يحسون بحارث بأن هو خانهم. ذاك اليوم طلع لي استغفر الله واحد من المسؤولين يقعد ابو طاطلي، قال نشكر الاستخبارات الداخلية والعسكرية بالتعاون معهم والكذب على الدواعش. يعني هو حكى لهم السر كله، هم كذبوا حارث واخذوه ودوه سوريا وعدموه وذبحوا الولد. شت هيجي سر ركب بقهوه رب الكعبه، اذا عرفوا اشتغلوا الى متى؟ يجيك واحد يقول لك فقير، يابا هسه فقير ماشي، خلنا ننلصم ونسكت، ولا متى بالله نبقى؟ كافي.